السلام عليكم. شهر ابريل شهر معركه رفع المعاشات. المتقاعدين غادي يخرجوا مجددا للاحتجاج على الحكومه. واش صبرت سنه؟ المتقاعد المغربي غادي يرجع للشارع. الحكومه ساكته، المعاشات مجمده والقدره الشرائيه طايحه بزاف. شكون غادي يسمع صوت المتقاعد؟ في هذا الفيديو غادي نكتشفوا تفاصيل الوقفه ديال 26 ابريل والمطالب اللي غادي تهز الشارع من جديد. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو، الموضوع كيهم كل مغربي، كل متقاعد ومتقاعده، كل عامل، كل موظف، باش يضمن تقاعد كريم في المستقبل. وقبل ما نبداو اعطيونا لايك للفيديو، اشتركوا بقوه في القناه، فعلوا الجرس على الكل هكا باش توصلوا دائما من جديد. خليوا لك الخبر تكون صوت المتقاعدين. بعد التوقف شهر رمضان، الشبكة المغربية لهيئة المتقاعدين كتخرج بواحد البيان ناري، وقفة احتجاجية مبرمجة قدام البرلمان نهار 26 ابريل من هذا الشهر هذا. السبب هو التجاهل الحكومي، تدهور القدرة الشرائية والاقصاء والتهميش. المطالب راها واضحه وبسيطه، لكن كتشكل فرق كبير بالنسبه للمتقاعدين، كالزياده في المعاشات، تغطيه صحيه محترمه، والاعتراف بالكرامه ديال المتقاعد. كيقولوا خدمنا بلادنا سنين، واش هذا هو الجزاء؟ الشبكه صيفطت رسائل رئيس الحكومه، المؤسسات الدستوريه، لكن ما كاين لا رد رسمي لا حلول واقعيه. كيتسناو الحوار الاجتماعي الاسبوع المجي، لكن كيكون البويهي منسق فيدراليه المتقاعدين. حنا مرميين والحكومه كتخلينا في الهشاشه وكدير منا بحال اللي ما كاينينش. المتقاعد المغربي ماشي من عشاق التصعيد، ولكن الصبر تسالى. الوضع الصحي والمالي كيزير بزاف، والفئه ولات كتعاني في صمت. الرساله الاخيره هي صوتنا غادي يوصل، وغادي نحاربوا من اجل كرامه المتقاعدين. وفي الاخير وكدعوه للمشاركه، واش المتقاعد المغربي مظلوم؟ واش المعاش كافي باش يعيش به المتقاعد المغربي عيش كريم؟ شاركونا الاراء ديالكم في التعليق، حيت صوتكم راه صوت المتقاعدين. وإلا كنتي مهتم بهذا الملفات وكتسنى الجديد الموثوق، القناه ديالنا هي المكان ديالك. اشترك دابا، فعل الجرس باش توصل الاخبار باول باول، وخلي لايك باش الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، خصوصا المتقاعدين. الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.